مباراة المقاولين العرب والبترول في دوري القسم الثاني في الدوري المصري، المباراة اللي أثارت الجدل في الساعات الأخيرة بعد إصابة اللاعب علي ياسر لاعب المقاولين العرب ونقله للمستشفى بعد عمل بقى الأشعة والفحوصات والتحاليل أثبتت اشتباه ارتجاج في المخ للاعب علي ياسر لاعب المقاولين العرب. طبعا يعني الاحتكاك طبيعي بيحصل بين أي اتنين لعيبة في العالم كله. اللي مش طبيعي حضرتك ان اللاعب يبقى واقع على الارض ويخبط بايديه ويطلب الاسعافات من الحكم محمد عادل. الحكم بينفض له وبيطنشه وبيقول له قوم وكمل علشان ما تاخدش كارت اصفر. هنا اللعيبه كلها بتطالب ان الجهاز الطبي ينزل ويسعف اللاعب. الحكم محمد عادل مش دي اول غلطه. الحكم محمد عادل كلنا فاكرين بقى قصه الاحتواء والبروتوكول والاحتواء والكلام اللي احنا كنا شفناه. طبعا فاكرين قصه الفار وعرضها ابراهيم فاي مع احمد عبد الباسط. الغريب ان هو لسه بيحكم، الغريب ان هو مش فاهم قانون التحكيم. يعني الف ب في قانون التحكيم ان سلامه اللاعبين هي مهمه الجميع. يعني سؤالي للمسؤولين عن منظومه التحكيم داخل اتحاد الكره المصري، انتوا ليه مصممين توصلوا لنا وتقنعونا ان هي يعني المنظومه الاسوأ في الكره المصريه هي منظومه التحكيم؟ ليه ما بنشوفش كوادر شابه؟ ليه ما بنشوفش حكام شباب ياخدوا الفرصه؟ ليه ما بنشوفش الحكم اللي بيخطأ بيتم ايقافه وبياخد عقاب؟ والله العظيم عندنا حكام مصريين بخير، بس ادوهم انتوا الفرصه. ادوا الفرصه للحكام الشباب، مش حكم ما بيتمش اجتياز اختبارات اللياقه البدنيه ونبص نلاقي حكم ساحه وحكم فار، ونبص نلاقي الناس الشباب بقى اللي واخد كورسات ورخص تحكيميه ومسافر بره وجوه ومكسر الدنيا وفي الاخر ما بياخدش فرصه ويطلع للنور. المنظومه التحكيميه في مصر دائما وابدا عليها علامات استفهام. محمد عادل مش دي الغلطه الاولى ومش الاخيره، بس ليه هو مستمر ولسه بيحكم؟ هو ده السؤال. سلامه اللاعبين هي مهمه الجميع. نزل الجهاز الطبي يشوف اللاعب، لقيته نازل وبيتنطط على رجليه زي الغزال، اديله كارت اصفر اديله احمر، طبق عليه القانون. انما ما بيبقاش اللاعب مرمي على الارض وعمال يخبط ويقول لك اسعفني نزل الجهاز الطبي وانت تقول له قوم علشان ما تاخدش انذار. يا جماعه القانون واحد، ليه في مصر بيتطبق بكذا صوره؟